عملت تحليل فيتامين د وما فهمتش حاجه، تعالى اقول لك تقراه ازاي عشان تاخد الجرعه المناسبه اللي محتاجها. ايوه. لو النسبه كانت اقل من 10 نانو جرام بر ملي فكده معناها للاسف ان هو نقص زيت ومحتاج جرعه علاجيه 50,000 وحده دوليه اسبوعيه لمده 8 اسابيع. بعد كده بنعيد التحليل بعد فتره عشان نعرف النسبه وصلت لايه ونبدا نقلل الجرعه. طيب لو النسبه من 10 ل 20 هنا في نقص بس مش شديد قوي، فممكن نحتاج جرعه يوميه من 5000 ل 7000 وحده دوليه ونعمل التحليل بعد شهرين عشان نعرف النسبه وصلت معانا. اما لو كانت النسبه من 20 ل 30 فاحنا كده قريب من الطبيعي بس لسه ناقص، فممكن نحتاج جرعه يوميه من 2000 ل 5000 وحده دوليه وبرضه هنعيد التحليل بعد شهرين عشان نعرف النسبه وصلت. طيب لو لقينا النسبه من 30 ل 50 فكده مستوى ممتاز، ممكن كاجراء وقائي ناخد جرعه يوميه من 1000 وحده دوليه او نتعرض للشمس وقت كافي في اليوم. بس خلي بالك لو لقيت النتيجه اعلى من 100 نانو جرام بر ملي كده النتيجه عاليه جدا، ولو بتاخد مكمل فيتامين د لازم توقفه فورا وتتواصل مع الدكتور المعالج. مش اي جرعه تنفع لاي حد، اقرا تحليلك صح وخد الجرعه. مكملاتك خدها من حد فاهمك، واحنا في يور جرين شوب علشان عارفينك عارفين نساعدك.